المستشار مرتضى منصور بيتفرج علينا دلوقتي مثلا تحب تقول له ايه؟ انا زعلان منه جدا. ايه مالك اتخضيت ليه كده؟ لا انا ما اتخضيتش. لا شفتك قلقت. لا ما اتخضيتش. لا انا زعلان منه جدا. طبعا انت عارف احترامنا ليه وحبنا ليه حاجه جميله قوي قوي. ده انا يا اخي مره قلت يا فؤادي لا تسأل اين الهوى يا زملكاويه مرتضى منصور هو الدواء. يا فؤادي لا تسأل اين الهوى يا زملكاويه مرتضى منصور هو الدواء. لان فعلا هو الدواء لمرض موجود في الزمالك، وهو جه الدواء. حتى لو الدواء مر انت بتاخده عشان خاطر هو اللي هيعالجك. هو الدواء المر عنده سلبيات، ومين في الدنيا يا اخي ما عندوش سلبيات يا اخي؟ كمال لله وحده يعني. فهو عنده بعض السلبيات من وجهة نظر البعض، في العنف، في القسوة، في بعض الألفاظ، في لكن يا أخي ما تبصش لتمن الكوباية الفاضي، بص لكل الباقي المليان. لكن أنا زعلان منه على المستوى الشخصي في حاجة أنا تخصني أنا. نشوف القصة دي. لأني أنا لما عملت القضية على أحمد شوبير أنا عملتها بناء على نصيحة منه، وكلمني في التليفون بعد الواقعة مباشرة الجميل أيمن حافظ صديقي العزيز، وقال لي سيادة المستشار معاك بعد الواقعة مباشرة. قلب جميل، قال لي كلنا معاك وأنا معاك وربنا معاك، وأحمد شوبير هيتسجن لأن اللي عمله يتسجن عليه. محضر وتيجي على الحتة الفلانية، وجهني صح. ورحت لقيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني وحوش واقفة الساعة 4 الفجر، ناس عارفة المسؤولية وناس قلبها حلو، لأن اعتبروا ساعتها الموقف موقف يخص الزمالك مش أحمد الطيب فقط. واتعمل المحضر وقال لي هيتسجن لأنه قام من مكانه أكتر من 1.5 متر. بص العبقرية بتاعت المستشار مرتضى منصور. قال ده قام من مكانه أكتر من 1.5 متر، وطالما قام بص بيكسب قضايا ازاي. شوف العبقري، تفاصيل صغيرة. أنا دي عشان خاطر الناس تعرف عبقرية الراجل ده. قال لك طالما قام أكتر من 1.5 متر يبقى معناه ما يقدرش يقول في المحكمة إن أنا كنت بتمطع. جامدة قوي، جامدة قوي. إن 1.5 متر يقول لك ده أنا كنت بتمطع يا أخي، ما كنتش قصد أضربه كاعتداء يعني. واخد بالك؟ لكن قام أكتر من 1.5 متر ورش المية، وعندنا رش المية عداوة، إذا مبيت النية مع أكتر من 1.5 متر يعني اتسجن يا حلو. مالكش دعوة يا أحمد طيب، الموضوع كذا وضعك كذا وكلنا معاك وكلنا في ظهرك وأنا معاك. وحق الله أنا شفت مساندة ما كنت أحلم بيها ولا تخيلها من الزملكاوية ومنه ومن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، سواء الكابتن سيادة المستشار أحمد جلال. طبعا واخد بالك؟ محترم. البقية بدون ذكر أسماء عشان ما ننساش حد، كلهم حق الله يعني. ومع ومستشار كبير عظيم كلمني بعدها بيوم عشان يعرف بعض التفاصيل، كان رئيس محكمة عندنا في السويس. وبعد كده فقال لي إن سيادة المستشار مرتضى منصور موصيني عليك، وأنا تابعت الحلقة وشفتها، وفعلا موقف أحمد شوبير لازم يتسجن. ده اللي هم قالوا لي يعني. أنا مش عارف الكلام اللي بقوله دون يعني المفروض يتقال على الهوا ولا لا، لكن خليني طالما قلته أكمله. طالما يعني في إطار بس في طالما قلته أكمله، ما فيش حاجة اتقلت على هيبة القضاء واتقال لي إن الوضع لا طبعا في الآخر، لا في الآخر ما لقيتش المساندة اللي كانت موجودة معايا. وأحمد شوبير خد براءة وأنا أخدت براءة. أنا ما كنتش هعمل قضية أصلا. أنا ما كنتش هرفع قضية. أنا أرفع قضية لما يكون ليا حاجة. أنا ما كانش ليا حاجة، أنا كنت واخد حقي 100%. واخد حقك إزاي؟ تالت ومتلت. واخد حقك إزاي؟ خارج من الاستوديو واخد حقي تالت ومتلت. فأصبح المفروض الموقف يبقى فيه إيه؟ في القرار ده. واخد حقك إزاي؟ هو اللي ظهر قدام التلفزيون مش كده؟ نعم؟ خدت حقك إزاي؟ اللي ظهر قدام التلفزيون مش كده؟ إيه اللي ظهر قدام التلفزيون؟ إن هو تهجم عليك. تهجم. إيه؟ تهجم بس. مش كده؟ ده اللي ظهر. اللي بعد كده بقى تحت القطع، تحت الهواء. تحت الهواء. في مصورين وفي مخرج وفي ناس موجوده. يعني انت خدت حقك وفي قضاء 100%. خدت حقك كرجل. معلش اسمعني يا احمد. خلاص يا احمد. خدت حقك يعني عايز اقول لك ضربته يا احمد. انت عايز تسمع دي يعني؟ عايز اعرف. خدت حقي يا احمد بقول لك. اتفضل. تمام. دفاع عن النفس. تمام. خدت حقي دفاع عن النفس. خدت حقي. تمام. خدت بالك؟ بعدها القرار طلع غرامه عليا انا 400 جنيه وعلى احمد شوبير 400 جنيه والموضوع خلص وانتهى. هو حكم القضاء طبعا احنا بنحترم احكام القضاء. بص احترام كامل لاحكام القضاء 100%. تمام. 100%. ممكن يجي يوم تتصالح انت وشوبير؟
بالنسبة لي أنا لا، رغم أني أنا في البدايات كلها المرحلة اللي كانت موجودة، كمية الأصحاب والأصدقاء اللي بيني وبينه اللي حاولوا عمل عملية المصالحة بشكل لا تتخيله، وأنا رافض 100% لأن الموضوع ما أصبحش يخصني، أصبح يخص مجتمع ويخص جمهور كبير للزمالك شاف حد يخصه في موقف، يبقى ما تخذلش الناس دي. لكن اللي عمله أحمد شوبير معايا ما ينفعش يبقى فيه مصالحة تاني أيا كانت الظروف. وما بقولش كده ان هو قال يعني هيجي المصالحة وانا اللي بقول له لا، انا بتكلم في العموم. ما ينفعش، الامور وصلت للمرحلة دي. لكن سيادة المستشار مرتضى منصور وجوده في نادي الزمالك لن يختلف احد على قيمته كنادي زمالك، كفرقة كورة، كهيبة للنادي. في بعض السلبيات، ومين ما عندوش السلبيات، لكن اللي بيحصل كإدارة مكان ما كان حد يتخيل ان في العصر ده ولا في الزمن ده حد يعمل مع النادي الأهلي وينطحوا راس براس في بطولات كاس، في بطولات سوبر، في ياخد دوري، توصل نهائي أفريقيا، نهائي أبطال أفريقيا. وخلي بالك في انطباع بره البرنامج ده ان يقول لك ان اللي بيجي البرنامج ده لازم كل شوية يقعد يشكر في المستشار مرتضى منصور يا اما مش هيجي.